تخيل قنبلة حجمها قد عربية ميكروباص، وزنها 27 طن، وقوتها أضعاف آلاف القنابل اللي اتفجرت في الحرب العالمية. قنبلة لو اتضربت على مدينة هتمسحها من الخريطة كأنها ما كانتش موجودة. دي مش خيال، دي حقيقة، واسمها قنبلة القيصر. في عز الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي كان السباق على أشده، كل طرف عايز يثبت إنه الأقوى والأخطر. أمريكا ضربت اليابان بقنبلتين ذريتين سنة 1945، لكن روسيا قررت ترد مش بقنبلة ولا باتنين، لأ، بسلاح أسطوري يخلي العالم كله يرتعش. 30 أكتوبر 1961 طيارة سوفيتية ضخمة من طراز T-95 بتقلع من قاعدة في القطب الشمالي. جواها أضخم قنبلة نووية في التاريخ، طولها 8 متر ووزنها 27 طن، مربوطة بمظلة عملاقة. اسمها الرسمي RDS 220، لكن العالم سماها تسار بومبا أو قنبلة القيصر. القنبلة انفجرت بقوة 50 ميجا طن، يعني أقوى من قنبلة هيروشيما ب 3300 مرة. سحابة الفطر وصلت لارتفاع 64 كيلومتر، أضعاف جبل إيفرست. الانفجار محى كل شيء في دايرة 35 كيلومتر، والموجة الصدمة لفت الكوكب أكتر من مرة، والنوافذ اتحطمت في بيوت بعيدة 900 كيلومتر من موقع التجربة. العالم الروسي اللي صممها كان أندري ساخاروف، وبعد التجربة اتصدم من قوة السلاح اللي اخترعه، وقال ده مش سلاح، ده نهاية العالم. ومن يومها قنبلة القيصر فضلت مجرد اختبار استعراضي، ما استخدمتش في حرب، لكنها بقت رمز مرعب لقوة الدمار اللي قدر يوصل لها الإنسان. قنبلة القيصر أكبر انفجار من صنع البشر، مجرد ذكرها يخلي العالم يفتكر إن إحنا لسه عايشين تحت ظل أسلحة زرار واحد ممكن يغير بيه مصير الكوكب كله. لو عايز تعرف أكتر عن سباق التسلح النووي وحكايات الرعب اللي العالم نجا منها بالصدفة، تابعنا في خربوش شقي.